عايش لمين؟ انت اقوالك لمين؟ انت لما كتبت البوست ده على الفيسبوك كتبته لمين؟ لما قلت الدرس قلته لله ولا عشان الناس؟ لما ما قلتش لله ولا عشان الناس؟ الربيع بن خثيم كان ابن مسعود بيقول ايه؟ سيدنا مسعود بيقول للربيع بن خثيم من سادات التابعين، بيقول له يا ربيع والله لو رآك النبي لأحبك صلى الله عليه وسلم. ده بيقول له النبي لو شافك يا ربيع كان يحبك. يقولون ان الجماعة بتوع الكوفة الفساق الفجار أرادوا ان هم يفتنوا الربيع في يوم من الأيام، فذهبوا إلى امرأة غانية فقالوا لها لك 1000 دينار على أن تفتني الربيع. قالت بل لا آخذ منكم شيئا، يعمل عليها شيخ يعني، بل لكم أن يفعل كذا وكذا وكذا. فجاءت إليه وقد خرج من صلاة الفجر، طلع من الفجر جو ظلمة وفي شارع من الشوارع، فتعرت أمامه كما ولدتها أمها، فلما رآها نحى وجهه وقال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك ملك الموت؟ أم كيف بك إذا جاءك منكر ونكير؟ أم كيف بك يعظها حتى صرخت وجمعت عليها ثيابها واعتزلت الناس، وسميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكان الفساق يقولون أرسلناها لتفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. الربيع بقى في يوم من الأيام قال لمراته إيه؟ اصنعوا لنا خبيصا. خبيص أكلة حلوة جدا أيام الكوفة وأكلة مكلفة متعبة. فقامت امرأة الربيع فصنعت الخبيص ده. لما عرف ان الاكل اتعمل خرج بره، فدعا رجلا كان به خبل يعني ايه؟ مجنون. فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسيل. واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة الربيع قعده وقعد بنفسه يأكله الخبيص اللي هو الأكلة الغالية الحلوة دي، يأكله، والراجل أعزكم الله لعابه بينزل على ايد مين؟ الربيع بن خثيم. فلما أكل وخرج قالت امرأته تكلفنا وصنعنا كذا وكذا، وهذا الرجل ما يدريه أنك أطعمته هذا الطعام. يعني احنا لو أي سندوتش كاله كان بقى إيه؟ زي الفل. لما تفعل ذلك؟ تقول له يعني هذا الرجل لا يدري ما يأكل، تكلفنا له، وقف طول النهار ظهر أطم، أعمل لك خبيث، وفي الآخر تأكله الواحد ده إنه لا يدري. قال ولكن الله يدري. ما هو خلي بالك، تستريح إمتى؟ إيه اللي يريحك؟ تستريح لما تبقى سالم لواحد بس. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. إمتى تستريح؟ لما تكون سالم لمين؟ لرب العالمين. أنت قصدك الله، جيت تصلي دخلت إمام أو ما دخلتش إمام. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما يهموش أنا جاي أعمل لمين؟ إنما نطعمكم لوجه الله. أنا لما قلت، لما كتبت، لما اتجوزت، لما طلقت. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه من أعطى لله وإيه؟ ومنع لله فقد استكمل الإيمان.